جميلاتي في كل مكان، اهلا بيكم حلقه جديده مع دكتور شيري محي الدين، اونر عيادات لابونيتا جولي. والنهارده هنتكلم عن الليزر. ليه لازم تعملي ليزر؟ وايه الاصح في جلسه الليزر عشان توصلي لافضل نتائج؟ تعالوا نشوف عملي جهاز الليزر وبنشتغل بيه ازاي. ليه بقى من الضروري دلوقتي ان احنا نعمل ليزر؟ الليزر له فوائد كتير قوي. اول حاجه انك هتتخلصي من شعر نهائيا، يعني بعد ما تخلصي كل جلسات الليزر مش هتشوفي تاني اي شعر في اي منطقه انت عملتي عليها الليزر في جسمك. تاني حاجه ان هو حاجه بينلس، حاجه مفيش بين، ما تحسيش باي الم، مش زي اي طرق تقليديه انت بتعمليها وبتحسي بعذاب في كل مره هتعمليها فيه. تالت حاجه ودي الاهم، ان الكوست بتاع الليزر بقى افيلابل لكل الناس. الليزر بقى جلساته رخيصه جدا، فبمتناول الناس كلها، ويمكن تكون ارخص من الوسائل التقليديه المؤذيه لجلدك ولجسمك. اخر حاجه ان جلسات الليزر بتحميكي من جلد الوزه. جلد الوزه اللي بيتكون عند بعض الناس في رجليها وفي دراعها وبيبقى شكله مضايقها جدا ومش عارفه تخلص منه ازاي، ده بيبقى نتيجه للنزع الكتير، او ان انا بستخدم وسائل لنزع الشعر كتير، فبيبتدي تتكون البصيله تحت الجلد وتخليكي شكل جلدك اللي هو بيتكون حبيبات بتاعه جلد الوزه. طبعا الليزر بما انه بيقضي على البصيله اصلا ما بيخليكيش تشوفي اللوك ده، ودايما جلدك بعد جلسات الليزر بيبقى ناعم وشكله افضل واحسن بكتير. من الحاجات المهمه اللي هنستفيد بيها عشان نقدر نوصل لجلسه ليزر مظبوطه، اول حاجه ان انت بتهتموا كلكم بالبراند بتاع الجهاز من غير ما تعرفي نوع الليزر اللي خارج منه. البراند بتاع الجهاز مش هو الاساس في نجاح الجلسه. نوع الليزر اللي خارج من الجهاز المناسب لتون جسمك هو ده المناسب واللي بيطلع الجلسه مظبوطه من غير اي مشاكل. تاني حاجه، في ناس بعد ما تخلص جلسه الليزر الجسم بيبقى محمر شويه، بتروح تجيب تلج كتير وتفضل تحط كميه تلج كبيره وتبريد عالي قوي، رغم ان الجهاز فيه تبريد ذاتي اصلا، فهو موصل لك التبريد المظبوط مع درجه حراره الليزر المظبوطه. لما انت بتعملي تبريد اوفر بعد الجلسه بتقللي شويه الايفكت بتاع الليزر، فبليز ما تهتميش بموضوع التلج ده، انك تحطي تلج كتير بعد الجلسه الا اذا كان في اوفر دوز او باور زياده. من الحاجات المهمه جدا ان انت تهتمي في جلستك انك تشوفي اللينس نفسها او السبوت سايز بتاعتك معقمه او عليها كفر خاص بيكي، لان طبعا جهاز الليزر بيتنقل من جسم حد لجسم حد، فلازم تهتمي بالمكان اللي بيكون بيهتم بالتعقيم ونظافه السبوت سايز اللي هتتحط او هتلامس الجلد مباشره. دي من الحاجات المهمه قوي اللي بتخليكي الجلسه تنجح، انك تكرري جلستك في نفس التايم، ما تديش نفسك فتره طويله، لان احنا لما بنعمل جلسه الليزر مره او اتنين بنلاقي الشعر اختفى، فممكن نغيب على ما نرجع نعمل الجلسه. لا، اعمليها في ميعادها عشان ما تديش فرصه للبصيله تطلع شعر من جديد ونبقى كده بوظنا افكت الجلسات اللي فاتت. تعالوا نعمل الجلسه ونشوف قد ايه سهله وبسيطه ومش مؤلمه خالص. في حلقه النهارده كنا بنتكلم على فوائد الليزر وليه لازم اعمله، وايه الصح والتبس اللي المفروض اعملها علشان اوصل لافضل حاجه في جلسه الليزر.